الذهب مش استثمار، الذهب حافظ للقيمة. كل شوية الاقي كومنت يقول لي انا هستثمر في الذهب. استثمار ده يعني احط فلوسي في حاجة تحافظ على قيمتها وتدخل لي ربح. ولو كان الذهب استثمار كان زمان تجار الذهب والصياغ مش محتاجين يبيعوا ولا يشتروا. هم قاعدين والذهب عمال يستثمر في نفسه والمكسب بيجي لهم. لكن مكسب تاجر الذهب من المصنعية، الذهب اللي هو راس ماله محافظ على قيمة الفلوس، والربح بيجي من المصنعية. زيه زي مثلا واحد عامل مشروع مزرعة مواشي، حط راس ماله في ثمن المواشي والمزرعة وبقى بيجيله ربح من بيع اللبن واللحوم، وفي نفس الوقت محافظ على قيمة راس ماله. لو حصل تضخم ثمن المزرعة بيعلى وثمن المواشي بيعلى غير الربح بتاعه. أو مثلا اشتريت عقار وبتأجره، العقار محافظ على قيمة الفلوس والإيجار ده بيعتبر الربح. كان الذهب ده حاجة بتشتريها بدل ما تشيل فلوس كاش لمدة طويلة. لما حصل انهيار في العملة الفترة اللي فاتت ابتدت الحاجات الحافظة للقيمة تبان أكتر، وابتدت ناس كتير تلعب على النقطة دي. يقول لك شفت الذهب زاد قد ايه؟ ده الذهب ده احسن استثمار. طب ما انت لو معاك عربيه شفت العربيات زادت قد ايه؟ العربيات بقت احسن استثمار. ما تخليش حد يضحك عليك. انا لما بنصحك تشتري عقار ده لان العقار بيعتبر اسهل مشروع استثماري في العالم، ان ده المشروع الوحيد اللي مش بيحتاج منك وقت لادارته وبيدخل لك ربح من الايجار وانت نايم في البيت. وبعدين يجي حد تاني يقول لي العقار صعب تسيله لكن الذهب سهل تسيله على طول. طب ما طبيعي، هو انت لو عملت اي مشروع مزرعه محل ملابس اي مشروع انت ممكن تسيله في يوم وليله. كان الذهب انت شايله بدل الفلوس فطبيعي تسيله اسهل. فانا قلت لك كتير ان العقارات مش كلها زي بعض. هتشتري في منطقه حيويه وشغاله هيبقى بيعها اسهل واسرع، هتشتري في منطقه لسه ما اشتغلتش يبقى مش هتبيع دلوقتي خالص. ودايما بقول لك اشتري في منطقه عليها طلب عالي على الايجار او متوقع يبقى عليها طلب عالي على الايجار لو بتشتري حاجه تحت الانشاء. انا سامي صموئيل وما تنساش تعمل لي فولو.